تعالى بقى اعرفكم موضوع النشاطات عشان محدش يسأل تاني عليها، نبقى عارفين الموضوع بيمشي ازاي، عشان في ناس كتير مش عارفه النشاط. النشاط مش سلعه، يعني النشاط ده مش بضاعه انا بجيبها وبحط مكسبي وببيعها. النشاط بيبقى عباره عن ايه؟ حاجه انا بعملها بايدي، مجسم او لوحه او كده، انا اقدر اتحكم في التكلفه بتاعتها. يعني حضرتك انت مثلا تيجي بتقول لي انا عايز اعمل نشاط مثلا كعبه او مثلا مجسم زي ده كده، انا بمسك المجسم دون بقول لحضرتك مثلا انت عايز تعمله في حدود كام؟ انت بتديني السعر، تقول لي 50، تقول لي 60، تقول لي 30، تقول لي 40، تقول لي 100، زي ما انت عايز. انت بتقول لي انا عايز اعمله بتكلفه كذا، انا ببتدي اشتغل بالخامات اللي موجوده دي قدامكم، وان انا احط مثلا الحاجه اللي هي على قد التكلفه بتاعه النشاط. تمام. اما الفكره بتاعه النشاط لازم ولي الامر يبقى موجود معايا عشان نعرف احنا هنعمل ايه بالظبط، لان الافكار بتبقى كتير. يعني انا ممكن اخد من حضرتك انت فكره، لان انا ممكن مثلا اعمل 10 نشاطات او 10 مجسمات تطلع كلهم ايه؟ شكل بعض. لا، انت ممكن تديني فكره تطلع مختلفه. يعني ده نشاط بس ده لسه ما كملش، ده لسه بيكمل اهو، عن الفصول الاربعه او الطقس. تمام. دي فكره عن الاتجاهات، يمين يسار باين. تمام. فاحنا بقى هنشتغل ان شاء الله مع بعض على النشاطات ازاي، عشان بس نبقى فاهمين بعض وعارفين كل حاجه. حضرتك في رقم هنسيبه لك، هتتبعت مثلا على الواتس انا عايز اعمل نشاط عن كذا، لو لقينا الفكره احنا عملناها قبل كده وحاجه مختلفه بنبعت لك الصور وتختار الحاجه اللي انت عايزها مثلا بالتكلفه اللي انت عايزها وبننفذها لك. دي حاجه. تاني حاجه لازم تيجي تشرفنا بس 10 دقايق او 5 دقايق، نتفق نشوف هنعمل نشاط عباره عن ايه. تمام. وانا تحت امركم في اي حاجه. نشاطات زي ما انتم شايفين الحمد لله بفضل الله، اول حد عمل نشاطات كان احنا، والحمد لله بفضل الله شغلنا كله اي حد بيتفرج على الفيديو دون انا عملت له نشاط قبل كده، عارف النشاط بتاعي بيبقى عامل ازاي، مجسم او لوحه، مش مهم التكلفه بتاعته رخيص او غالي، بفضل الله بنعمل احلى حاجه واجمل حاجه. ان انا بعتبر ان انا قاعد بعمل دي انا بعملها لابني، فبطلع فيها كل حاجه حلوه بتطلع زي ما انتم شايفين كده. بس طبعا دي لسه ايه؟ ما خلصتش. مستنيكم في مكتبه هلال، تنوروني وتشرفوني. سلام عليكم.